بسم الله الرحمن الرحيم. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. سؤال حلقة اليوم في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. سؤال المسابقة الرمضانية يقول: ما هو الدليل على أن القرآن نزل في شهر رمضان؟ ما هو الدليل على أن القرآن نزل في شهر رمضان؟ السؤال الثاني: ما هي الأعمال التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان؟ السلام عليكم. معنا اليوم سؤال، ونحن في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، وهذه هي الحلقة الخامسة. السؤال يقول: إذا أجبتوا عليه ستنالون مبلغ مالي بالتقدير. السؤال يقول: القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، أليس كذلك؟ ما هو الدليل على أن القرآن نزل في شهر رمضان؟ قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا له منذرين. أحسنت وبارك الله فيك. وفي آية ثانية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحسنت وإجابة صحيحة. اسمك يا أخي؟ ياسر المجاهد. ياسر المجاهد أجاب على هذا السؤال، أي أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك لقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ويقول المولى تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. إجابة صحيحة وجائزة نقدية مالية، وإن كانت قليلة لكنها تشجيعية. ألف ألف مبروك. السلام عليكم. طبعا يا إخوان، معنا سؤال ضمن أسئلة المسابقة الرمضانية هنا في مدينة ريم وفي غيرها من المناطق. إذا أجبتوا على السؤال نعطيكم جائزة مالية تشجيعية. مستعدين؟ السؤال يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر قام بأعمال. ما هي هذه الأعمال؟ أحسنت. أحسنت، إجابة صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وشد أزره وأيقظ أهله. نعم، وأيقظ أهله، حتى أنه كان يقول لعلي بن أبي طالب ولبنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، كان يقول: يا فاطمة أو يا علي ألا تقوما فتصليان؟ إذا كان يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي الليل، أي بقراءة القرآن. إجازة مالية. ألف ألف مبروك للأخ من؟ معروف من؟ السرائي. من وين؟ أحسنت، إجابة صحيحة وجائزة نقدية. ألف ألف مبروك.